السلام عليكم متتبعاتي الكريمات ومرحبا بكم في قناتي. راح نواصلوا مع بعض الوصفات الرمضانية والوصفات المشهورة في رمضان واللي هي وصفة قلب اللوز. درت لكم ديجا من قبل زوج وصفات لقلب اللوز بزوج طرق مختلفة، وهذه المرة راح ندير لكم وصفة أخرى بطريقة مختلفة اللي راح نطيبوه ديراكتومون، ما نخليوش يبات ولا يصبح ولا يقعد 3 سوايع ولا 4، راح نطيبوه مباشرة. نشوفوا مع بعض المكونات والطريقة. هنايا واش نحتاجو طبعا السميد الخشين. قلب اللوز يصلح غير بالسميد خشين ماهوش متوسط ماهوش رقيق ماهوش موايا، السميد الخشين القرو يعني خشين تحسيه كيما الحب تاع البربوشه كيما البربوشه. نحتاجو هنايا 3 كيلات، انا كيلت بالبول هذا. نتيا اللي ما تعرفش الكيل تاع البلاطو تاعها تجيب البلاطو تاعها اللي راح تطيب فيه قلب اللوز، تكب فيه السميد هذاك تاعها، تعدلو تسطحو وتشوف الارتفاع اللي تحتاجه، ومن بعد تكيل هذاك السميد من البلاطو تكيلو ديراكتومون 3 كيلات. هنايا زدت مغرف فاني، درت الملح مع 3 كيلات تاع سميد خشين طبعا كما راكم تشوفوا. ونجيبو مباشرة ليدام تاعنا حنا نحتاجو نص كيلة انا درت نص كيلة ميلونج بين زبدة وزيت. انتي ديري ميلونج زبدة وزيت، ديري زيت وحدو، ديري زبدة وحدة، ديري السمن وحدو، المهم يكون ليدام. من الاحسن ديري زبدة وزيت، الزبدة تمد لوكو هذاك القلب اللوز، الزيت وحده ما يعطيهش لوكو مليح، الزبدة تعطيه واحد لوكو خاص. نفرغ ليدام تاعنا في الدقيق في السميد تاعنا الخشين، ونحكها شويه بين اليدين، موش نحكوها بزاف كيما المقرود، نحكو شويه جيست ما يدخل ليدام هذاك في الدقيق ويتخلط السميد تاعنا كامل مع ليدام. نخليه جانبا هذا الميلانج نحطو اكوتي، ونرجع للميلانج الثاني. هنا هذا هو الميلانج اللي راح نديرو باش ما نخليش قلب اللوز تاعي يقعد نهار كامل ولا يبات الغدوه باش نطيبه. هنايا في الوصفات العاديه السكر يديروه مع السميد ومن بعد يديروا ليدام يخلطوه مليح ويخليوه يبات ليله باش هذاك السكر يذوب. هنا انا راح نذوب السكر تاعي ديريكتومون. واش نحتاج هنا؟ راح نحتاج نص كيلة تاع البن. هنايا هذه الوصفه راح نديرو فيها البن نبدلو شويه. درت نص كيلة تاع البن، زدت لها كيلة ونص سكر، كيلة ونص سكر، ما ديروش زوج كيلات راهو بزاف، راهو يجي قلب اللوز حلو بزاف مع العسل اللي ديريه يجي حلو بزاف. ديري كيلة ونص، واللي ما يحبوش الحلاوه خلاص يديروا كيلة وربع سكر بزايد تكفي، يجيك حلو يجيك لاباس عليه. انا درت كيلة ونص مع البن هذاك، درتو في ريسيبيون اللي تقدري تخلطي فيه كيما راكم تشوفوا السكر عادي مع نص كيلة البن. نبدلو وما تقولوش راح يجي لوكو تاع البن، راح يجي عادي ويجي بنين، بالعكس يجي واحد البنه خاصه. هنايا راكم تشوفوا نجيب هنا تجيبي الميكسر هذا ولا تجيبي الباتر، اللي ما عندهاش ميكسر تستعمل الباتر، ونخلط الميلانج هذا تاعي تاع السكر واللبن مليح. هنا على واش الهدف هو باش نذوب السكر، هذاك السكر ما نخليهش انا مع لاباط نهار كامل يبات، راح نذوبو ديريكتومون ونستعمل لاباط تاعي ونطيبها في نفس اليوم. في نفس اليوم راح نطيب لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا. هنا حسي لوحي صبعك سيي تلقاي السكر تاعك هذاك ذاب، ما كانش هذوك الحبيبات تاع السكر. حبسي نجيبوا السميد تاعنا المبسس، نلوح فيه الميلانج هذا تاعي تاع البن والسكر، ونخلطو بصبع تاع اليدين برك هكا حتى يتخلط الميلانج كامل، سما السميد المبسس يتخلط مع البن والسكر مليح هكذا. نخلطو هكا مليح. هنايا جبت البلاستيك، لو طون لي نوجد الشربات تاعي غطيته بالبلاستيك وخليته شويه حتى نوجد الشربات تاعي ونعاود نرجع له واحد نص ساعه ولا تقريبا. نجيب ريسيبيون اللي نحطه فوق النار، نحط فيه 3 كيلات تاع الماء. هنا الشربات ماناش راح نديروها بالسكر، راح نديروها هاد المره بالعسل. حطيت فيه 3 كيلات تاع الماء ودرت فيه كيله ناقصه عسل. العسل المليح، ما ديروش العسل هذاك اللي يولي سكر، ديروا عسل مليح، عسل مرجان ولا. هنا هذا العسل تاعنا نوع تاع فرنسا هنا موش تاع الجزائر.
درت كيلة ناقصة شويه. ديري كيلة ناقصة شويه اللوحه مع 3 كيلات تاع الماء هذوك. ما نديروش السكر هاد المره، نبدلو شويه شربات، ما نديروش السكر. واللي ما عندهاش دير شربات العاديه اللي هي 2 كيلات سكر ب4 كيلات ماء، وتحطهم يغليو على الاخر. تزيد لهم شويه ما الزهر، تخليه ما يغلي وتطفي. هنايا كما درت نخلط هذاك العسل مع الماء مليح، ونحطو نزيد له شرائح تاع القارص. اذا بغيتي تزيدي له شرائح تاع القارص زيدي له هكذا، ونحطو على النار حتى يهز الغليه تاعو. كيما راكم تشوفوا حتى يهز الغليه. ها هما كي هنا يهز الغليه، هذاك اللي من الفوق راهو تاع القارص وتاع العسل. العسل هو اللي خلى هذاك القشره الفوقانيه. من بعد كي تخلطيها يطروح. هنايا كي خلطت مليح زدت له واحد 3 مغارف ولا 4 عسل اخرين. كان عندك شويه تاع العسل الحر زيدي له مغرف ولا 2، ولا ما عندكش زيدي من العسل العادي، زيدي 3 مغارف ولا 4 عسل عادي. هذا بعد ما يغلي وتنحيه من النار زيدي له 3 مغارف ولا 4 عسل عادي هكذا. نخلطهم مليح وهو سخون هكاك تزيدي له العسل باش يذوب. ونزيد له 4 كيلة تاع الماء زهر، 4 كيلة ولا بالمغارف حسب ما تشتي لوغو تاع ماء زهر. اللي تشتي بزاف لوغو دير 4 كيلة، اللي ما تشتيش دير 2 مغارف ولا 3 يكفيو. نخلطهم ونخليه يبرد. الشربات تاعي هنا نخليها حتى تبرد. كما راكم تشوفوا نخلطها هكا شويه ونخليوها حتى تبرد. هنا لو طون اللي وجدت فيه الشربات تاعي، لاباط تاعي راهي ركحت شويه، واحد نص ساعه ولا ساعه الوقت اللي قدرت نكمل فيه الشربات. هنايا كما راكم تشوفوا راهي شغل يبست. ها هي كي نجيبو البلول تاعنا. البلول تاعنا انا درت نص كيلة ماء وربع كيلة ماء زهر، يعني درت كيلة الا ربع. نص كيلة ماء وربع كيلة ماء زهر. نص كيلة ماء ربع كيلة ماء زهر خلطتهم ونكبهم على لاباط تاعي ونخلط بين صباع. هنا لاباط لازم تكون شويه جاريه، ماهيش جاريه بزاف تعوم، شويه جاريه. لا شتيها السميد تاعك يشرب الماء وشتي لاباط تاعك بقات ناشفه، زيدي لها شويه تاع الماء ولا تاع ماء الزهر هكا تحسيها شويه زايد لها الماء، شويه جاريه. هنايا انا لاباط تاعي كانت شويه ناقصه ماء، راني زدت لها شويه تاع الماء. زدت لها شويه تاع الماء وخلطتها. شوفوا كيفاه تولي هكا. هذا هو القوام اللي نحتاجوه، ماشي جاريه بزاف ماشي يابسه، مليحه. هذه هي لاباط تاعي. نخليها جانبا ونجيبوا البلاطو اللي راح نطيبوه فيه. هنا لو طون اللي راكي راح توجدي البلاطو ديجا شعلي الكويزينيير تاعك، ديريها على 180 درجه من التحت برك شعليلها وخليها تسخن. وهنايا راح ندهن البلاطو تاعي كامل بشويه زبده، ندهن لي كوتي، ندهن لي كوان هذوك مليح باش ما تلصقليش. ونلوح فيها لاباط سي توزعيها بالمغرف على كامل البلاطو. هنا البلاطو تاعي 25 على 25، 25 على 25. البلاطو جاي مربع كيما راكم تشوفوا. نوزعها كامل. هنا شوفوا راني نقيس الكيل تاعها الارتفاع، ها بك ارتفاع مناسب. ونجيبوا المغرف. هنا جيبي مغرف وسيي تسوي الوجه تاع لاباط تاعك. ما تلضيش هنايا، حاولي تعدليه خفيف برك من الفوق. انا هنا مانيش نلض، راني ندايره خفيف برك باش ما تتلضش لاباط تاعي هذيك، والقلب اللوز تاعي من بعد يجي معجن داخل. كي نلضو بزاف يجي معجن. هنايا عدلتو لاخاطر لاباطي شويه جاريه يتعدل لك فاسيلمون بلا ما تلضي عليه. نجيبو الموس تاعي ونطراسي من الفوق برك، ما تقصيش لاباط كيما العاده معروفه هذه الطريقه، انك تطراسي برك الحبات اللي بغيتيهم تاع قلب اللوز. طراسيت هنايا درتهم شكل مربع ولا مستطيل كيما تحبي. بغيتي حبات كبار بغيتيهم صغار انتيا والشكل اللي بغيتيه. هنا انا درتهم شكل مستطيلات كيما راكم تشوفوا. طراسي برك من الفوق خفيف برك. ها هي كي
ونجيب اللوز هنا نرشقها بحبيبات تاع اللوز. كاين اللي يحبوا يحشيوها من داخل يديروا انكوش تاع اللوز ويزيدوا فوقها لاباط. هنايا رشقتهم بحبات تاع اللوز نيين ما مش طايبين، درتهم بكشورهم هكاك. ها هو كي ولحتهم ديريكتومون في الفور. لحتها ديريكتومون في الفور. هنا ما استنيتش تركح ولا. هنايا جبت هذو لي مول انديفيديال، هذو لي مول جو طابل دي مول انديفيديال. درت فيهم الكميه اللي بقات لي تاع لاباط وعدلتهم ثاني في الوجه مليح ورشكت فيهم 3 حبات تاع اللوز. نعدلهم بمغرف صغيره باش يجي الوجه بلا. ها هي كي نكمل الزوج اللي بقاو لي. هنا جاوني 3 حبات تاع هادو لي مول انديفيديال، مول صغار ثاني يجيو باهيين، يجي الشكل تاعهم مليح. نكملوا لي مول تاعنا هادو ورشقت فيهم كما قلت لكم 3 حبات لوز ودخلتهم ديريكتومون للفور تاعنا اللي كنت سخنته من قبل. هنايا بعد ما خرجت بعد ما طابو كيفاه تشوفيهم طابو؟ كي تشوفي شعلي غير من تحت الكويزينيير تاعك، كي تشوفي الحواشي تاع البلاطو تاعنا هذوك حمار يعني ولا ماغون فونسي، يعني ماهوش جيست ما يحمار شويه تروحي تنحيه، لا لا حتى يحمار مليح. تشوفي الحواشي هذوك حماروا مليح، تشعلي له من الفوق باش يحمر من الفوق. واذا بغيتي تجبديه تعاودي تدهنيه بشويه زبده وتعاودي ترجعيه باش يحمر لك مليح. يا الزبده تعطيه هذاك اللون الذهبي. انا ما دهنتوش، ما نكذبش عليك ما دهنتوش، عاود شعلته من الفوق وخليته حتى نحمر من الفوق ونحيته. كيما راكم تشوفوا عاود قسمته درك ديريكتومون بالموس باش نعسلو. للاسف الفيديو تاع التعسال ما تصور ليش. راح نقول لكم كيف عسلته عادي. هنا كيما تخرجيها سخونه عاودي قصيها، قصي درك ديريكتومون الحبات تاعك وجيبي هذاك العسل وهو بارد، العسل بارد وهذه سخونه، وكبي العسل تاعك بشويه، كبي شويه خليه يشرب وعاودي كبي حتى توصلي لهذاك سما القلب اللوز تاعك يتعسل بليح. تغطيه وتخليه يبات ليله كامله ولا ديري الصباح حتى العشيه باش تيموليه. هنا لازم يقعد وقت باش يشرب العسل تاعو. كيما راكم تشوفوا هنايا راهو خدرت وانا في الليل وخليته حتى الغدوه باش راح نقصه. هنا كي مره على مره طلع عليه وشوفي بالك تلقاه ناقص عسل زيدي له العسل. مام اذا برد ديري عسل سخنيه شويه ولوحي له. واحيانا البنات كاين ساعات كي تعسلي القلب اللوز تاعك، انا ساعات تصرالي انه كي نجبد البلاطو بعد ما نخليه نلقاه شغل بوط. هذا كي نسقيه بالعسل نلقاه شغل بوط، يعني شغل تنفخوا الحبات هذوك وتقسموا هكا تشقوا. هنايا ما تخافيش راهي ردة فعل الهواء هذاك اللي كان لداخل هو اللي خلاها تتقسم. ما تخافيش، احكمي حاجه بلاط وسيي بلاط تلوضي على هذاك القلب اللوز تاعك راهي ترجع لا فورم تاعو عادي. ما تخافيش منه، هبطيه برك بشويه يرجع يحكم لا فورم تاعو. كيما راكم تشوفوا هنايا راني راح نقصو، قصيتو بالموس ولا قصيه باي حاجه تقدري تعاونك. كيما راكم تشوفوا هنايا شوفوا كيفاه جا راهو طايب. الحبيبات هذوك تاع السميد راهم طايبين تنفخوا وطابوا مليح. هنايا راكم تشوفوا ها هي كي نحيت حبه معسلين. العسل تاعهم ماهوش زايد بزاف، هذاك العسل اللي يقطر عسل جاو معسلين. التعسيله تاعهم عاديه نورمال، ما جاش حلو بزاف. دي فوا ديريه تجيك حلو زايد حلاوه بزاف. هذه هي الوصفه وهذه هي الطريقه راني جربتها درتها عده مرات، طريقه ناجحه. نتمنى تجربوها. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتستفادوا منها في رمضان هذا. اللي تبغى دير قلب اللوز تاعها وما تخليهش يطول يعني طيبوا ليه. هذه هي الوصفه وراح نعتمدها باذن الله انا في رمضان هذا لخاطر عجبتني بزاف. نتمنى تعجبكم وصفتي تاع قلب اللوز. نشوفكم في وصفات اخرى وطبخات اخرى باذن الله تعالى. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، والى اللقاء.